السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الإعلامية ميرفت سيد، رئيس تحرير مجلة ميني مدرسة إحدى إصدارات اللواء العربي. النهارده إن شاء الله هنتكلم على مشكلة جات لي من إحدى أولياء الأمور، بتتكلم على غلاء الكتب الخارجية بطريقة صعبة جدا في كل المراحل. فأنا سألتها قلت لها يعني طيب ما في كتاب المدرسة، ليه حضرتك ما بتلجئيش ليه؟ قالت لي حضرتك معلمة وإعلامية، شوفي الكتاب هل هو ينفع ان التلميذ يذاكر منه، وهل ينفع ان هو يحل منه تدريبات، ولا هتحتاجي للكتاب الخارجي، احكمي حضرتك وقرري. فانا حبيت اعرض لحضراتكم نفس المشكله عليكم ونحكم مع بعضينا، ويمكن حد من جهات اللي هم تطوير المناهج يشوفوا المشكله ونبتدي نحلها مع بعضينا، وكل في الصالح العام. احنا ما بنوجدش، مش ضد التطوير على فكره، ولا ضد ان في حاجه زي كده تحصل في الصفوف الاولى، ولكن احنا عايزين تطوير فعال، تطوير ما نخليناش نلجا لاي كتاب تاني غير كتاب المدرسه. ده كتاب المدرسه للصف الاول الابتدائي، عباره عن ايه؟ صفحه فاضيه غير جاذبه طبعا للتلميذ، وهنا مجرد سؤال تمرين. يعني مثلا بيقول له اكتب مثلا رقم 3، ارسم 3 حاجات. يعني الطفل هيرسم 3 حاجات وهيكتب رقم 3 بالرياضيات، وهيكتب رقم 3 بالحروف. طيب حتى ما عملش فريم كده مثلا الولد يكتب فيه، ما عملوش مربع مثلا او رسم له عدد او كور او حاجات هو اللي يشاور عليها، هياخد طبعا وقت طويل جدا في الرسم وفي الكتابه، هيحصل عشوائيه في الكتابه، فهيحصل ان ايه، الموضوع كله هيبقى غير مرتب. طيب تعالوا نشوف النقيض التاني اللي بيخلينا نلجا لكتاب، وخلي بالكم دي صفحات الكتاب. طب انا هوريكم نموذج لطفل مثلا حالي، مثلا حاجه زي كده، طفل هنا اهو زي مثلا دي، الطفل عامل ايه؟ كاتب بعشوائيه جدا رقم 4، رسم رسمه. في اطفال عندهم رسومات بيعرفوا يرسموها، في اطفال لا، ده كتاب تلميذ حتى هو مشخبط فيه. في اولاد مش عارفين يعملوا اي حاجه خالص، بيبتدوا يسيبوا الصفحه وبيكتبوا في حته ثانيه. المهم ان الولد ما بيحسش ان هو في حاجه مفيده. خلي بالكم ده اسمه كتاب اكتشف، ودي نافذه من نوافذ الماده. يعني في البدايه كتب، في البدايه ماده ثانيه، نافذه ثانيه اللي هي نوافذ الكشف، وفي النهايه هو في الايه، كتاب الرياضيات. طب اللي بيخلينا نلجا للكتاب الخارجي، شوفوا حضراتكم واحكموا. ده كتاب خارجي ايا كان نوعه. الكتب الخارجيه ما شاء الله دلوقتي بقت مافيا عالميه شغاله كل الكتب، وبيتنافسوا في 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 اخراج الاجود والاحسن. بصوا حضراتكم الكتاب، الوان بتجذب التلميذ، تدريبات متعدده، ارقام بالرياضيات، ارقام باللغه العربيه، مدلول العدد. مدلول العدد يعني ايه؟ يعني مثلا هنا في 3 حاجات اهي، بيقول ده رقم 3، ده رقم 1، ده رقم مثلا كذا، ده رقم كذا. الطفل بيعد، بيتفرج على الوان، بيلون، بيوصل، في شغل كتير جدا بيعمله. زي مثلا هنا بصوا مديله هنا رقم اهو 8 و9، بيبتدي ان هو يكتب، عامل له حدود، محدد له الكتاب، محدد له يكتب فين، مش مجرد عشوائيه في الكتاب. فانا بتمنى المسؤولين اللي حاطين الكتاب اللي هو اكتشف يفصلوا كتاب الرياضيات للصف الاول عن كتاب اكتشف، بحيث ان الطفل يعرف ان دي نافذه الرياضيات زي ما معموله في سنه ثانيه وفي سنه ثالثه. وبعدين بنطلع للصف الرابع بنلاقي ان الارقام بتاعتنا بقت ارقام بالانجلش. طب ما نبتديها من الصف الاول ارقام انجلش، بحيث ان احنا ناسس الطفل على ده، بحيث ان هو ما يتفاجئش في سنه رابعه نقول له لا، الارقام اللي انت عرفتها في الصفوف الاولى هتتغير وهتبقى ارقام رياضيات. يا ريت المنظومه، احنا حابين المنظومه، حابين ان احنا نتطور، حابين ان احنا نسابق الزمن ونطلع اجيال قادره على البناء. فاتمنى المسؤولين يشوفوا ده، ولو عندهم اي استفسارات من اي معلم احنا موجودين ونحب ان احنا نخدم. وشكرا لحضراتكم، ودمتم في رعايه